يا مساء الفل على حضراتكم. المعلومة دي مهمة جدًا، جدًا لأي حد في تالتة ثانوي امتحانه جاي، أو حتى في تانية ثانوي فهو بيجهز لتالتة ثانوي، عشان حتى تعرف نوعية الأسئلة بتبقى عاملة إزاي، وإزاي بيكون في أسئلة من برّه المنهج. المعلومة اللي أنا هاتكلم عليها أو هاشرحها في الفيديو ده، ممكن تبان إنها بتتحفظ كده، وهي لمّا جات في الكتاب سواء المعاصر أو أي كتاب خارجي، موجودة إن بعض الكلمات كذا وكذا وكذا بيأتي وراهم الفعل مصدر بس وسابك ومشي. فأنت لو عارف بس إن الكام كلمة دول بالتحديد هم دول بس اللي بييجي وراهم فعل مصدر وأنت مش عارف ليه، هييجي لك في الامتحان كلمة غيرهم، وبرضه بييجي وراها الفعل مصدر، بس الغريب إن الفعل بيكون مصدر حتى لو كان الاسم اللي قبل الفعل ده اسم مفرد. يعني بتلاقي حاجة شبه he go مثلًا، فأنت تقعد تهرش في دماغك إزاي الإجابة الصح go مصدر رغم إن he مفرد، المفروض تبقى goes وهكذا. فإيه الفكرة بشكل عام؟ هاقول لك الأول الفكرة، فهي تبان إن هي حفظ وما لهاش سبب، بعد كده لمّا أقول لك السبب أو أخلّيك تفكّر ممكن أنت لو شغّلت دماغك أو لو شغّلتِ دماغِك دقيقة بس، هتعرفي إن في عامل مشترك بين كل الكلمات دي وليه الفعل دايمًا بيكون مصدر. وطبعًا ودّوا الفيديو ده لأي حد في تالتة ثانوي هيشكركم جدًا عليه. الفكرة بتقول إن كلمات زي مثلًا important مثلًا، أو دي صفة مهم، أو مثلًا essential، أو مثلًا أفعال مثلًا زي advise، أو مثلًا suggest، حاجات كتيرة تانية، وinsist يُصِر، طبعًا suggest يقترح، insist يُصِر، أو وحاجات تانية، بس هاخلّي الحاجات التانية دي أنت تتوقعها بقى وتقيس عليها. إيه العامل المشترك ما بين important مهم وessential أساسي وadvise ينصح وsuggest يقترح؟ الفكرة إن الكلمات دول ليه الجملة اللي وراهم الفعل بقى بتاع الجملة ده، ده لازم يكون مصدر بغض النظر عن الاسم اللي قبله مفرد والّا جمع، حتى لو الاسم ده مفرد هيكون الفعل مصدر. إيه العامل المشترك ما بين كل دول؟ باختصار شديد جدًا، العامل المشترك إن أي نعم الاسم ده مفرد أو جمع، بغض النظر الاسم ده مش هو الفاعل بتاع الفعل ده. لو أنت بتقول إن إيه ده، ده he، مثلًا لو أنا قُلت جملة بتقول مثلًا I suggest that he، أنت المفروض تبقى goes، أنا باقترح إن هو يمشي. أنت بقى بتقول إزاي he جه وراها مصدر he go. هاقول لك باختصار عشان he مش هو الفاعل بتاع الفعل go. يعني وأنا باقول أنا باقترح إن هو يذهب أو يمشي، هل معنى كده إن هو بيمشي على طول؟ هو أنا باقول الجملة دي مضارع بسيط؟ يعني أنا الفعل يذهب ده بيحصل على طول؟ هتقول لي لأ يا نادر، أنا هو ما بيذهبش، ده أنا لسه باقترح. قيس على كده بقى كل الباقي، لو أنا قُلت من المهم يا جماعة إن فلان يروح، it's important that he، ها، مثلًا المفروض تبقى go، فتقعد تفكر، أنا باقول مهم إن هو يذهب، هل أنا قُلت إن هو بيذهب على طول؟ الفعل go ده الاسم اللي قبله اللي هو he هو الفاعل بتاعه؟ لأ يا مستر هو لسه ما بيفعلوش، فبالتالي الفعل ده بيكون غير تابع لزمن وغير تابع لفاعل، ما لوش لا فاعل ولا زمن، فبيفضل طول عمره مصدر، لإن الزمن اللي بيحدده هي الكلمة بتاعة الجملة، سواء كانت صفة important مثلًا، أو سواء كانت فعل زي مثلًا advise ينصح أو suggest يقترح. وهنا بقى لمّا نيجي نقيس على كده، كده أنت خلاص عرفت الأساس بتاع المعلومة، فمش مضطر إن أنت تحفظ، يعني لو هو فاجأك بأي فعل تاني في الامتحان أنت هتقيس عليه نفس المعلومة. لو قُلت لك مثلًا يا سيدي I مثلًا propose، هاجيب لك فعل ما جاش في النموذج الاسترشادي، اللي جه في النماذج الاسترشادية insist وessential، essential أساسي وinsist اللي هي معناها يُصِر، فكان المفروض الفعل وراهم الاتنين يبقى مصدر. لو أنا قُلت لك بقى I propose، يالّا بافاجئك أهو، أنا باقترح
that أن، وعلى فكرة that هي معناها أن منين ما يكون وراها جملة فاعل وفعل، ممكن تتشال عادي، أي that وهي معناها أن وراها جملة ممكن أختصر وما أقولهاش، بس خلّينا نكتبها. I propose that she نقط، تختار أنت بقى إيه، يا ترى come والّا comes؟ لو أعرّفك إن propose معناها باقترح، أنا باقترح إن هي باقترح إن هي تيجي، معنى كده إن هي بتيجي على طول؟ هل هي بتيجي؟ لأ يا مستر أنا لسه باقترحها، تلاقي نفسك بتقول نفس الكلام. فلمّا نبُص هنلاقي إن العامل المشترك في كل الكلمات دي important مهم، essential أساسي، إن حد يعمل كذا، أنا بانصح إن حد يعمل كذا، أنا باقترح إن حد يعمل كذا، أنا بأُصِر إن حد يعمل كذا. الفكرة العامل المشترك في كل دول إن أنا عاوز، وهو ده السر بقى، ده اللي بيربط بينهم، إن أنا عاوز حد يعمل حاجة. فلو التعبير أو الexpression اللي موجود، الكلمة اللي موجودة سواء كانت صفة زي important مثلًا مهم، أو advise ينصح أو suggest يقترح، لو الكلمة دي بتعبّر عن إن أنا عاوز حد يعمل حاجة، بس خلاص، يبقى الفعل ده هيكون دايمًا مصدر. ففي المثال اللي إحنا لسه قايلينه لمّا قُلنا I propose أنا باقترح that she، طبعًا هتبقى الإجابة هي come مصدر، لإن أنا عاوزها تيجي. طب أنا لو بدِّلت propose يقترح بinsist يُصِر، أنا بأُصِر إن هي تيجي، معنى كده إن أنا باقول جملة مضارع بسيط، أنا باقول إن هي بتيجي في المضارع، هي ما بتجيش، هي أصلًا لسه ما جاتش ولا عمرها عملت الفعل ده أساسًا، فبالتالي أنت ما ينفعش تحُط للفعل اسم. بُصّوا يا حبايبي، لمّا أنا باحُط للفعل اسم، معنى كده إن أنا باقول إنه بيحصل على طول، ما هو ده شكل الفعل في المضارع البسيط، اللي هو مصدر مع الجمع، آخره اسم مع المفرد، ده معناه إنه بيحصل على طول. فلو كنت أنا قُلت مثلًا I propose that she comes، كده أنت خلّيتها she comes، هي بتيجي دايمًا. طب هو ده اللي أنا أقصده؟ لأ، أنا باقترح إنها تيجي، إن شاء الله الفعل ده ما حصلش بس أنا عايزه يحصل بعدين، فما كانش ينفع إن أنا أخلّي الفعل ده آخره اسم، لإن هو لسه ما لوش فاعل، هو ما فيش حد بيعمله. فلو لقينا كلمة سواء كانت صفة زي essential مثلًا أساسي، أو فعل زي مثلًا suggest يقترح أو insist يُصِر على، الكلمة دي بتوضّح إن أنا عاوز حد معيّن يعمل حاجة، فشكل الفعل ده هيكون دايمًا مصدر بغض النظر عن الزمن وبغض النظر عن الاسم اللي قبله. أنا نادر رجب باشكركم جدًا، جدًا على المشاهدة، وادّوا بقى الفيديو زي ما قُلت لكم لأي حد في تانية ثانوي أو في تالتة ثانوي عشان لو جه في الامتحان إن شاء الله. أشوفكم على خير الفيديو الجاي وسلام.